احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في حكاية جديدة ورواية جديدة هنتكلم فيها عن اول ليسون في الجيومتري. اول ليسون معانا بيتكلم عن حاجة اسمها اريا. تعالى افكرك، وانت في جريد 6 كنت اخدت الاريا الخاصة بشوية شيبس كده، تعالى نفتكرهم مع بعض وبعد كده نبدأ في الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. اول شيب معانا هو السكوير. السكوير كان ليك في البريميتر وكان ليك كمان الاريا. السكوير ده بيكون عبارة عن شيب مكون من فور سايدز. الفور سايدز دول بيكونوا قد بعض equal in length. طيب انا عشان احسب البريميتر بتاع السكوير بعمل سايد واحد بس منهم، بجيب اي سايد واحد منهم واعمله ملتبلاي 4، ده كده يدينا البريميتر بتاع السكوير. طب وعلشان احسب الاريا بتاعت السكوير قال لي بجيب اي سايد واعمله تايمز اتسيلف، اللي هو سايد تايم سايد او سايد باور 2 زي ما انت ما اخدت. طيب ده السكوير. في عندك كمان شكل تاني الا وهو الباراليلوجرام. الباراليلوجرام ده شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. الباراليلوجرام ليك فيه عندي دي اسمها بيز 1 ودي اسمها بيز 2. مش مهم الاسماء، مش مهم مين بي 1 ومين بي 2، مش مهم، المهم ان فيهم واحده بي 1 وواحده بي 2 لان هما الاتنين مش قد بعض، في واحده قصيره وفي واحده طويله. انا عشان احسب البريمتر بتاعي بروح اجيب البي 1 بلس البي 2 واقوم اعمل لهم ملتبلاي 2 زيهم زي الريكتانجل، وهوري لك الريكتانجل كمان شويه. دلوقتي عشان احسب الاريا بتاعته بعمل ايه؟ قال لي انت عشان تجيب الاريا بتاعت البارالوجرام محتاج تجيب الهايت بتاع البارالوجرام، وده بيكون لاين نازل perpendicular ما بين التو parallel bases. هلونه لك بالاسود. ده هايت، هنسميه مثلا h1. يبقى انت كده معاك h1 لو عملته ملتبلاي b1 ده كده هيطلع لك الاريا بتاعت البارالوجرام. ده باراليلوجرام، وده كده هيطلع لك الاريا بتاعت البارالوجرام. طب حلو. انا دلوقتي عشان احسب الاريا بتاعت البارالوجرام ممكن استخدم فيها الهايت التاني. انا عندي كام هايت؟ انا عندي تو هايتس هخليه لك بالازرق. الهايت التاني، الهايت الاولاني كان نازل من البيز الطويله للبيز الطويله وكان الهايت نفسه قصير. الهايت التاني بيكون نازل من البيز القصيره للبيز القصيره، بس الهايت نفسه بيكون ايه؟ الهايت نفسه بيكون طويل. فانت ملاحظ معايا ان انت عندك تو هايتس وتو بيزز، في بيز قصيره وفي بيز طويله وفي هايت قصير وفي هايت طويل. بس تاخد بالك من ملحوظه صغيره، ان الهايت القصير واخد البيز الطويله، وان الهايت الطويل واخد البيز القصيرة، يعني عكس عكاس، عشان في الاخر يطلع لك نفس الاريا. انا لو حسبت الاريا باستخدام H1 و B1 هيطلع لك نفس الانسر، لو استخدمت فيها ال H2 مع ال B2 هيطلع لك نفس الانسر. فانت ممكن تحسب الاريا عن طريق H1 تايمز B1 او H2 تايمز B2، الاتنين هيطلع لك نفس الانسر. طيب تعالى كمان اوري لك الريكتانجل. الريكتانجل انت عارفه بيكون فيه H2 opposite sides are parallel and equal in length زي البارالوجرام بالظبط، ولكن الانجل دي بتكون رايت ودي بتكون رايت ودي بتكون رايت ودي بتكون رايت. عشان احسب البريمتر بتاع الريكتانجل فهو length plus width all times 2، ده انت حافظه من تالتة ابتدائي. طب بالنسبة للاريا، ما هو الطويل ده لينس والقصير ده ويتس، فيبقى لينس ملتبلاي ويتس، ودي تكون الاريا بتاعته. طيب ده كده 3 شيبس من اللي انت اخدتهم قبل كده، لسه لك معايا كمان 2 شيبس. مين هما؟ اول شيب في التو شيبس اللي باقيين هو الرومبس. ماله الرومبس يا مستر؟ شكله عامل ازاي اصلا؟ قال لي الرومبس يا سيدي ده شكل شبه البايلوجرام، ولكن هتلاقي السايز بتاعته كلها الاربعه قد بعض. هتلاقي الفور سايدز بتوعه ايكوال ان لينث، يعني السايد ده قد ده قد ده قد ده، هتلاقيه واخد نفس شكل البيلوجرام بس الفور سايدز ايكوال ان لينث. يعني ده بسميه سايد وده بسميه سايد وده بسميه سايد وده بسميه سايد، كده كده كلهم قد بعض. طيب انا عشان احسب البريمتر بتاعي قال لي هتجيب لي سايد واحد ملتبلاي الفور. فاكر ده كنا قلناه فين؟ نفس اللي قلناه في السكوير. الرومبس البريمتر بتاعه نفس اللي في السكوير بالظبط. طب والاريا؟ قال لي انت عندك قانون للاريا بتقول لك ان انت بتروح تجيب الهايت ملتبلاي السايد. مش فاهم.
بروح اجيب الهايت ملتبلاي السايد، يعني هجيب خط كده من اول هنا لحد هنا يكون نازل بيربنديكولار، ده الهايت. والسايد ده اللي هو الاس، لو انت معاك السايد ومعاك الهايت تعرف تجيب لي الاريا بكل سهولة. يعني الهايت اللي نازل بيربنديكولار ده ملتبلاي اللي هو نازل بيربنديكولار عليه. وهنا الهايت بتاعك بيكون واحد بس، مش زي البايلوجرام بيكون فيه تو هايتس، لا هو هايت واحد بس. هايت واحد بس تقدر تستخدمه سواء هنا، مش كعدد، انا اقصد كلينس، اللينس بيكون واحد. يعني انا عندي هنا في البايلوجرام كام هايت؟ عندي تو هايتس، في واحد قصير في واحد طويل. انما هنا انا عندي هو واحد بس، هو واحد بس ايا كان الهايت اللي موجود في البايلوجرام او موجود في الرومبس هتلاقي ليه نفس اللينس. طب ماشي، ده كده الشيب نمبر 4. طب الشيب نمبر 5، كل الكلام ده احنا اخدناه في جريد 6، احنا ما اتكلمناش لسه عن حاجة تخصنا، ولكن الحاجات دي هنحتاجها. طيب، اخر شكل عندنا في القديم هو التراينجل. ماله التراينجل ده يا مستر؟ ما انت اخدت له اريا واخدت له بريمتر. لو انت رحت جبت لي شكل زي ده مثلا، وعاوز تحسب لي البريمتر بتاعه، ما هو ده سايد نمبر 1 وده مثلا سايد نمبر 2 وده سايد نمبر 3. انا علشان احسب البريمتر بتاعه بجيب السايد الاولاني بلس السايد التاني بلس السايد التالت، يعني الثري سايدز بعمل لهم بلس. طب لو عايز احسب الاريا، قال لي عشان تحسب الاريا ليها قانون. القانون ده هو هاف تايمز، تايمز مين بقى؟ قال لي شايف السايد اللي نازل ده يبقى نازل بيربنديكولار على السايد التاني، اللي نازل ده بنسميه هايت، واللي نازل عليه ده بنسميه بيز. هو سايد اوكي، هو لسه سايد، بس عشان ده نازل بيربنديكولار على ده فواحدة منهم بتكون هايت واحدة منهم بتكون بيز. ومش هتفرق مين الهايت ومين البيز طالما هما الاتنين بيربنديكولار على بعض. يعني هنا ده ممكن نقول عليها بيز ودي نقول عليها هايت عادي، مش مهم. المهم ان انت كده كده هتعمل هاف، ودي ثابته في اي تراينجل وانت بتحسب الاريا، هاف تايمز الهايت تايمز البيز، وكده انت تكون جبت الاريا بتاعت التراينجل. طيب امال بقى الشيبس اللي احنا هناخدها النهارده مالها؟ تعالى بقى ندندن فيهم واحده واحده. اول شيب معانا هنا هو الرومبس. رومبس تاني، احنا لسه قايلينه يا مستر؟ ايوه لسه قايلينه، بس اصبر معايا. انا قلت لك ايه عن الرومبس؟ قلت لك ان الرومبس ممكن تستخدم او ان هو عبارة عن بارالوجرام، ولكن السايز بتاعته بتكون كلها قد بعض. فبيكون السايد ده قد السايد ده قد السايد ده قد السايد ده. فانت عشان تحسب البريمتر تاني بتعمل سايد واحد ملتبلاي 4. عشان تحسب الاريا، قال لي انت اخدت قانون من شوية اللي انا فكرتك بيه، اللي هو هايت تايمز السايد. يعني هتنزل لي كده بلاين يكون بيربنديكولار من هنا لهنا، وشوف اللينس بتاعه كام. يعني مثلا لو ده 5 وده 4، يبقى الاريا بتاعتك هي 5 ملتبلاي 4 ايكوال 20 وسنتيمتر سكوير. لو ده سنتيمتر يبقى ده سنتيمتر سكوير، وخلاص خلصت. طب ما ايه الجديد يا مستر؟ ما هو حضرتك بتقول ان الكلام ده احنا اخدناه السنه اللي فاتت وراجعناه قبل ما نبدا، فين الجديد بقى؟ تعالى بقى اقول لك الجديد. قال لي الجديد يا سيدي، انا عندي الرومبس ممكن يكون مرسوم لك بالشكل ده. هو ايه الخطوط السوداء اللي في الرسمه دي يا مستر؟ الخطوط السوداء اللي في الرسمه دي ده اسمه diagonal. ده اسمه ايه؟ diagonal. يعني ايه diagonal؟ قال لي الدياجونال ده بيكون واصل ما بين two non-consecutive vertices، راسين بس مش جايين ورا بعض. يعني اوصل دي، اوصل كده، اخليه باللون الازرق، اوصل دي بدي ما ينفعش، ده كده مش دايجونال، لازم افوت فيرتكس واوصله بالفيرتكس اللي بعدها، ده كده يبقى دايجونال. لو جيت اوصل من هنا ما ينفعش اوصل باللي جنبها دي ولا اللي جنبها دي، لازم افوت فيرتكس واوصل باللي بعدها، فكده دول اسمهم دول تو دايجونالز. ملحوظة ان التو دايجونالز بتوع الرومبس بيكونوا perpendicular. يعني ايه perpendicular؟ يعني بيكونوا نازلين عاملين 90 degree مع بعض. طب ماشي، وبعدين؟ قال لي في ملحوظة كمان صغيرة. ايه تاني؟ قال لي شايف الدياجونال ده بيكون مقسوم نصين، يعني القطعة اللي فوق قد القطعة اللي تحت. يعني لو اللي فوق 8 يبقى اللي تحت 8، لو اللي فوق 4 يبقى اللي تحت 4، لو اللي فوق بطيخة يبقى اللي تحت بطيخة زيها. نفس الكلام اختها التانية، الدياجونال التاني مقسوم نصين. ودي من البروبرتيز بتاعت البارالوجرام لو تفتكر، ان الدياجونالز بايسكت ايتش اذر، كل واحد فيهم بيقسم التاني نصين. ماشي يا مستر، بس فين القانون بقى؟ قال لي بص خد بالك هنا ان الدياجونالز ما هماش قد بعض. هل الدياجونال ده قد الدياجونال ده؟ لا، في واحد طويل وفي واحد قصير، صح؟ قال لي انت اخدت طريقة تحسب بيها الاريا، تعالى ادي لك طريقة كمان تحسب بيها الاريا.
بس مش باستخدام الهايت ولا السايد. امال هستخدم ايه؟ هستخدم فيها الدياجونالز بس. يعني انت بالفعل معاك طريقة تحسب بيها مين؟ الاريا. هديك كمان طريقة لنفس الشيب تحسب بيها الاريا، لنفس الرمبس تحسب بيها الاريا ازاي. انا ده كله الدياجونال ده كله هيكون مثلا اسمه دي 1 diagonal نمبر 1، وده كله دي 2 اللي هو الدياجونال نمبر 2، مجرد مسميات. فقال لي انت عشان تحسب الاريا هتروح تقول له هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2. الهاف دي ثابته في القانون ما بتتغيرش. دي 1 تايمز دي 2 يعني انا هروح اجيب الدياجونالز كلهم اعملهم تايمز بعض، ونص الرقم اللي يطلع تكون دي الاريا بتاعتي. تعالى نحل مع بعض عشان نفهم هنحل ازاي. هنا بيقول لي انا معايا رومبس الدياجونال بتاعه واحد ب 8 وواحد ب 10. انا مش هيفرق معايا مين الدياجونال الاولاني ومين الدياجونال التاني، المهم ان انت عاطيني الاتنين صح. فانا هروح اكتب له كده، الناس المحترمه بتكتب الفورمولا قبل ما تحل، القانون اللي هحل بيه بكتبه قبل ما احل. فهقول له area equal half times d1 times d2 لحد ما تحفظه. الهاف اهو تايمز دي 1 بكام؟ واحد ب 8 والتاني ب 10. اوكي احسبها بقى خلاص. هاف تايمز 8 يعني نص ال 8 بكام؟ نص ال 8 ب 4. 4 تايمز 10 40. انت شغال هنا بالسنتي يبقى هنا سنتيمتر سكوير، ودي تكون الاجابه بتاعتي. خلصت. يعني يا مستر هو يعطيني الدياجونال الاولاني والدياجونال التاني وانا اعملهم تايمز بعض واعملهم تايمز هاف تبقى دي الاجابه. حلو. بس سؤال صغير، هو انا امتى استخدم هايت تايمز هايت؟ يعني امتى استخدم الطريقه دي وامتى استخدم الطريقه دي؟ على حسب الجيفن اللي هو مديهولك. يعني انا لو في السؤال عاطيلك الهايت والسايد، هل هتعرف تروح تجيب الاريا باستخدام الدياجونالز؟ لا. هتجيب دياجونال منين انت؟ طب لو انا عاطيلك الدياجونالز، هل ينفع اروح اجيب الاريا بالهايت والسايد؟ هتجيب الهايت والسايد منين انت؟ صح. فعلى حسب اللي انا مديهولك هتقدر ان انت تحل. طيب تعال نحل كمان سؤال. بيقول لي a rhombus with diagonal length of 15 with a rhombus with diagonal length of 5 inches and 8 inches. والانش هنا هي البوصة، ودي بتكون تقريبا 2.5 سنتيمتر. فهنا دي وحدة قياس زيها زي السنتيمتر زي المتر، ولكن في سيستم مختلف شوية. مش بنشتغل احنا بيه بمصر كتير، يعني بنشتغل بالسنتيمتر والمتر اكتر. طيب انا دلوقتي مش هيفرق معايا اليونت اللي انت مستخدمها، انا اللي يفرق معايا ده دايجونال وده الدايجونال التاني. انت عايز الاريا صح؟ صح. يبقى انا هروح اقول له كده دلوقتي اريا equal half times d1 times d2 equal half times 8 times 5 equal half times 8 times 5. تحسبها بدماغك، تحسبها بالكالكوليتر، تحسبها برجلك، المهم تطلع لي الإجابة صح. half times 8 ب 4، 4 times 5 ب 20 square inches. لأن اليونت بتاعتي لازم تكون سكوير يونت عشان دي اريا. طيب سؤال كمان. بيقول لي a piece of land in the shape of rhombus with diagonal length 6 yards and 5 yards. Find its area. طب انا معايا الدياجونالز. اوكي يبقى هروح اقول له area equal half times d1 times d2، واللي هتطلع معايا half times الدياجونال الاولاني ب 6 الدياجونال التاني ب 5. half times 6 ب 3 و 3 times 5 equals 15 square yards. بس كده تكون الإجابة بتاعتي. إيه رأيك دلوقتي تجرب تحل أنت بنفسك في بيج 108؟ هتلاقي try by yourself. حل السؤال اللي موجود على البورد بسرعة وتعالى. تعالى يلا نحلها مع بعض. هنا بيقول لي a rhombus with diagonal length of 4 meters and 6 meters find its area. أنا عشان أروح أجيب الاريا هقول له area equal half times d1 times d2، واللي هتطلع معايا half times d1 ب 4 times d2 ب 6. مش هيفرق مين فيهم d1 ومين فيهم d2، مش هتفرق. هتطلع معاك equal 4 times 6 24 times half يعني نصها ب 12. طالما اليونت هنا متر اكتب له متر سكوير او سكوير مترز بالشكل ده. الاتنين دول صح، تكتب دي او تكتب دي. طالما بجيب اريا لازم يكون اليونت بتاعتي مكتوب معاها السكوير، سواء بالشكل ده او بالشكل ده. على حسب بقى المتر يبقى متر، سنتي يبقى سنتي، كيلو يبقى كيلو، على حسب اليونت اللي هو كاتبها. ولكن اي اريا انا بحسبها لازم اكتب جنبها سكوير واليونت اللي هو استخدمها. طيب تعالى معايا كده نغير في الموضوع شوية. احنا اتفقنا دلوقتي ان الاريا بتاعت
rhombus equal half times d1 times d2. وفي قانون تاني بيقول لك area equal height times السايد. على حسب هو عطيلك ايه في السؤال تبقى عارف ان انت هتحل باستخدام القانون ده. فتعالى معايا نبص كده. بيقول لي انا معايا rhombus with an area 24. ايه ده، انت عاطيني الاريا؟ انت حد محترم، عاطيني الاريا. طيب and the length of one of its diagonals is 4 inches. عاطيني واحد من الدياجونالز. لسه مين؟ لسه الدياجونال التاني. find the length of the other diagonal. انا هكتب القانون بتاعي ده زي ما هو اهو. area equal half times d1 times d2. صح ولا غلط؟ ابدأ بقى شوف هو عاطلك ايه وحط مكانه الارقام اللي هو مديها لك. يعني الاريا هو عطاها لك ب 24، ماشي. الهاف زي ما هو مالكش دعوه بيه تايمز دي 1. مش هيفرق معاك الدي 1 اللي ناقص ولا الدي 2 اللي ناقص، مش هتفرق. المهم ان انت عاطيني واحد منهم ب 4 تايمز الدي 2. انت عايز الدياجونال التاني. طيب مش انا عشان احلها محتاج الدي 2 تكون لوحدها في سايد؟ ما هي هحلها كانها ايكويجن، هي ايكويجن. فانا عايز اخلص من الفور واخلص من الهاف. طب ما هو يا مستر اصلا 4 ملتبلاي هاف بكام؟ ها، 4 ملتبلاي هاف بكام؟ قال لي 4 ملتبلاي هاف ايكوال 2. ليه؟ لان 4 ملتبلاي هاف يعني نص الفور بكام؟ فتطلع ب 2. يعني انت معاك دي 2 ملتبلاي 2 ايكوال 24. دي 2 ملتبلاي دول طلعوا مع بعض ب 2 ايكوال 24. يبقى الدي 2 بس لوحدها بكام؟ قال لي يبقى الدي 2 بس لوحدها تطلع معاك ب 12 inches. ليه 12 inches يا مستر؟ لان هو كان مستخدم اليونت inches. طب هل في طريقة او قانون تقدر ان انت تحسب بيه الحكاية دي بسرعة؟ في، ولكن انا ما احبش ان انت تحفظها. انت اكتب القانون، احفظ القانون الثابت الاساسي بتاعك وعوض زي ما احنا عملنا دلوقتي، واللي انت مش عايزه وديه الناحية التانية. طب لو انا عايز طريقة تانية سريعة، هتروح تقول له عشان اجيب الدايجونال اللي ناقص هعمل الاريا ملتبلاي 2 ديفايدد الدايجونال اللي انت مديهوني. مش فاهم. هقول لك عشان تجيب الدايجونال اللي هو عايزه هتروح تعمل الاريا ملتبلاي 2. الاريا كانت 24. 24 ملتبلاي 2 ديفايدد الدايجونال اللي هو كان مديهولك اللي هو 4. احسبها كده. 24 ملتبلاي 2 ب 48. 48 ديفايدد ال 4 تطلع معاك 12 انشز، ودي نفس الإجابة اللي احنا كنا مطلعينها. طب هل الحل ده صح؟ الحل ده صح. هل الحل ده هاخد درجتي كاملة عليه؟ أيوه. طب يا مستر معلش سؤال صغير، هي ال 2 دي جت منين؟ هفهمك. مش احنا عندنا كان القانون أصلا بيقول area equal half times d1 times d2؟ ماشي. تعالى كده مع بعض واحدة واحدة من غير خناق. الاريا equal half times d1 times d2. ده كان القانون بتاعنا. انا عايز اجيب الدي 2، فبالتالي محتاج اودي الحاجات دي الناحية التانية. وانت عارف ان اللي بيروح الناحية التانية بيروح معكوس، يعني التايمز بتروح ديفايد، الديفايد بتروح تايمز، البلس بيروح ماينس، الماينس بيروح بلس، وهكذا. فالهاف ده عشان يروح هو الوقت ديفايد 2، فعشان يروح هيروح تايمز 2، فتبقى 2 ملتبلاي الاريا. طب والدي 1 معمول لها تايمز عشان تروح هتروح ديفايد، يبقى ديفايد الدي 1. ده كله يديك مين؟ يديلك اللي لسه قاعد لسه اللي هو الدي 2 او الدياجونال التاني. طب مستر لا انا مش حابب الطريقه دي، انا هحل بالطريقه دي، انجوي. مستر لا انا مش عاجبني الطريقه دي، انا عاجبني الطريقه دي، انجوي. حل باللي انت عايزه، المهم تحلها صح وتكتب الفورمولا اللي انت استخدمتها في الحل. ده كده لو هو اعطالك دياجونال وطلب منك الدياجونال التاني. تعال نشوف الفكره التانيه. بيقول لي a rhombus with a side length of 10 feet and the length of its diagonals 12 feet and 16 feet. Find its height. عايز الهايت. ثانية واحدة، هايت ايه؟ هو انت مش كنت بتديني الدياجونالز وتطلب الاريا؟ هايت ايه؟ انا الهايت بتاع الرومبس بجيبه عن طريق ان انا اعمل الاريا ده اهي ديفايدد السايد، كده انا اعرف اجيب الهايت. ولكن انا مش معايا الاريا. يعني انا عشان اجيب الهايت باستخدام القانون بتاع الرومبس التاني ده، فانا محتاج اجيب الاريا ديفايدد السايد. محترم. بس انا للاسف معايا السايد ومش معايا الاريا. فهو عاطيلك التو دايجونالز دول علشان تجيب بيهم الاريا، وساعتها تعرف تجيب الهايت. يعني انا مثلا مش هشتغل على الهايت دلوقتي، لا انا الاول اول حاجه هروح اجيب الاريا بتاعت الرمز. equal half times d1 times d2.
واللي هتطلع معايا half times 12 times 16. يعني هتطلع معاك half times 16 مثلا ب 8، و 8 times 12 تطلع معاك ب 96، يبقى 96 سكوير فيت. سكوير فيت. ليه سكوير فيت؟ قال لي يا مستر علشان دي انا بجيب الاريا فلازم اكتب كلمة سكوير. ماشي، كده احنا جبنا الاريا. دلوقتي تقدر تجيب الهايت ولا ما تقدرش؟ اقدر. عشان اجيب الهايت محتاج ان انا اقول له الاريا اللي انا لسه جايبها اللي هي 96 ديفايدد السايد اللي انت كنت عطوني في الاول اللي هو 10، فيطلع معايا 9.6 سكوير. لا مش سكوير، ده هايت، يبقى فيت بس. ما كتبتش سكوير هنا عشان دي مش اريا، ده الهايت، يبقى انا اكتب له فيت بس من غير كلمة سكوير. تاني نقول عملنا ايه. اول حاجة انت بتقول انا معايا رومبس، السايد لينس بتاعه 10. ماشي، السايد لينس بتاعه 10، هعمل بيه ايه السايد دلوقتي؟ ماشي اركنه على جنب. قال لي اللينس بتاع الدايجونالز واحد 12 وواحد 16، انا عايز منك الهايت. فانا اضطريت ان انا استخدم القانونين بتوع الاريا بتوع الرومبس، اربطهم الاتنين ببعض. ليه؟ انت طالب مني الهايت، الهايت ده في القانون التاني، وفي نفس الوقت انت عاطيني الدايجونالز بتوع القانون الاول، فبالتالي انا كنت محتاج استخدم دول علشان اجيب منهم الاريا دي، واقدر احسب الهايت بكام. عشان اشوف كام عشان اشوف كام تايمز السايد اللي هو ب 10 يطلع معايا ب 96، فوديت السايد ديفايد، يبقى كده الهايت بتاعي ب 96 اوفر 10 ايكوال 9.6 فيت. ده كده الهايت اللي هو كان طالبه. يبقى تاني نقول احنا عملنا ايه. اول حاجه انا رحت حسبت الاريا بتاعتي عادي، معايا الدايجونالز، رحت حسبت الاريا، معايا الاريا حطيتها في جنب. طيب دلوقتي انت بتقول لي انا عايز الهايت. طب ما هو حضرتك الهايت ده انا علشان احسبه الاريا كنت القانون بتاع الاريا كان بيقول هايت تايمز سايد. انت عايز الهايت، انا معايا الاريا ب 96 ومعايا السايد ب 10، فانا عايز اعرف 10 تايمز كام يديك ال 96. فعملت 96 ديفايدد 10، طلعت 9.6 فيت. ودي كده تكون الإجابة بتاعت السؤال ده اللي كان قدامنا. تعال نحل مع بعض كمان سؤال شبه السؤال اللي فات شوية. هنا هو بيقول لي a rhombus with diagonal length of 6 yards and 8 yards and a height of 4.8. ثانية واحدة، خد بالك من حاجة. طالما ادالك الدياجونال لانس وادالك الهايت يبقى هو كده بيربط القانونين في بعض. ما هو مش هيديلك الحاجات دي كلها لله وللوطن. طالما اتكلم معاك عن الدياجونالز واتكلم معاك عن الهايت او السايد يبقى هو هنا هيلينك التو رولز ببعض. طب تعال نشوف طلب منك ايه. طلب مني السايد. طيب انا السايد عشان اجيبه، قانون اللي فيه السايد بيقول لي اريا ايكوال هايت تايم سايد، ده القانون اللي فيه السايد. هل يا ابني انت معاك الاريا؟ لا. معاك الهايت؟ ايوه كاتبه لي ب 4.8، والسايد هو عايزه. يبقى انا محتاج اجيب مين؟ محتاج اجيب الاول الاريا. طب انا ممكن اجيب الاريا ازاي؟ ما هو عاطلك التو دايجونالز، مش هو عاطلك التو دايجونالز؟ ايوه تقدر تستخدمهم عشان تجيب بهم الاريا. فراح اقول له كده الاريا equal half times d1 times d2. half times d1 ب 6 times d2 ب 8، يبقى half times 6 ب 3 times 8 ب 24 square yards. طيب دي كده الاريا، تقدر تشيل الكويستشن مارك دي وتحط مكانها ال 24 اللي انت جبتها معانا دي. جبناها خلاص ب 24. تعرف تقول لي السايد بكام؟ اه يا مستر، هروح اقول له السايد ايكوال 24 ديفايدد ال 4.8 ده اهي، واقدر ان انا اطلع الاجابه بتاعتي. ممكن اطلع الاجابه ازاي؟ ممكن نعمل هنا تايمز 10 فوق وتحت، طبعا انت ممكن تحسبها على الكالكوليتر. 24 تبقى 240 اوفر 48. ممكن نعمل ديفايدد 8، دي تبقى 6، دي ديفايدد 8 تبقى 30. ديفايد 8 6 ديفايد 8 تبقى 30، وتطلع معاك في الاخر ايه؟ تطلع معاك في الاخر 5 ياردز. ودي تكون الاجابه بتاعتك. السايد اللي انت طالبه 24 ديفايدد 4.8 تطلع معاك 5 ياردز. ودي انا هنا عرفت ان انا هربط القانونين ببعض منين؟ لان هو اداني الدياجونالز وفي نفس الوقت اداني السايد او الهايت. يبقى انا هنا هربط الاتنين ببعض، القانون القديم والقانون الجديد اللي احنا لسه واخدينه النهارده.
دلوقتي جه دورك في بيج 109 حل السؤال اللي موجود على البورد في التشيك دي. يلا تعالى يلا نحلها مع بعض. هنا بيقول لي a piece of land in the shape of a rhombus with an area of 44 square meter and the length of one of its diagonals is 8 meters. Find the length of the other diagonal. لو انت جيت تطبق القانون عادي بشكل بسيط خالص هتقول له الاريا بتاعتي المفروض ان هي half times d1 times d2. حلو. هتشيل الاريا وتحط مكانها 44. هتشيل الهاف هتسيبه زي ما هو عادي، تشيله وتحطه زي ما هو. d1 معاك ب 8، احنا عايزين ال d2. الهاف عايزينه يروح الناحية التانية، ال8 عايزينها تروح الناحية التانية، أو تحسب الهاف تايمز 8 بكام وهم في مكانهم. دي كلها على بعضها هاف تايمز 8 ب4. يبقى ال4 دي هي اللي محتاجة تروح الناحية التانية، يعني دي 2 equal 44 divided 4 تطلع معاك 11 meters. فدي تكون الإجابة بتاعتك. في ناس طبقت القانون اللي احنا كتبناه التاني، اللي هم قالوا دي 2 يا مستر equal 2 times الاريا divided الدايجونال الأولاني، يعني 2 multiply 44 divided ال 8 وتطلع معاك 11 meters برضو، هتطلع معاك نفس الانسر. طيب تعالى معايا هناخد جزء جديد على الرومبس برضو. هنا بيقول لي ABCD is a rhombus with diagonal intersecting at M. التو diagonals دول intersected at point M، واحنا اتفقنا ان الدايجونالز بتوع الرومبس بيبايسكت each other، كل واحد فيهم بيقسم التاني نصين، يعني القطعة دي قد دي ودي قد دي. لو دي اكس يبقى دي اكس زيها، لو دي 2x بلس 5 يبقى دي كمان 2x بلس 5. فبيقول لي find the area of the rhombus in terms of x، يعني هيكون الإجابة بتاعت الاريا فيها x، وبعد كده بقى هات لي النيوميريكال فاليو للاريا لما الاكس ب4. طيب واحدة واحدة كده الأول، هل أنا معايا الدياجونال كله؟ يعني أنا معايا جزء من الدياجونالز. القانون بتاع الاريا هو مش هعطيني سايد ومش هعطيني هايت، فمش هينفع استخدم القانون بتاع الهايت والسايد. امال هستخدم ايه؟ هستخدم هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2، لان انت عاطيني جزء من الدياجونالز. طب هل انا عاطيلك الدياجونال كله؟ هل انا عاطيلك الدي بي كله والاي سي كله ولا لا؟ طبعا لا. ليه لا؟ لان انا عندي انت عندك الدي ام دي ايكوال الام بي، فلما تكون دي باكس ودي كمان باكس يبقى كده الدي بي كله بكام؟ ما هي دي اكس ودي اكس، يبقى الدي بي كله الدايجونال كله بكام؟ ها، اكس واكس كمان، يعني كده 2 اكس. طب الام سي الام سي المفروض ان هي ايكوال الاي ام. ليه يا مستر؟ ما هم دول برضو دايجونالز، المفروض كله على بعضه دايجونال بتاع الرومبس، واحنا اتفقنا ان الدايجونالز بتوع الرومبس بايسكت اتش اذر، يعني القطعه دي قد القطعه دي. فلو دي 2x بلس 5 يبقى دي كمان 2x بلس 5، يعني كده كل واحده فيهم ايكوال 2x بلس 5. امال الاي سي كله يبقى بكام؟ يبقى باتنين منها، يعني 2x بلس 5 بلس 2x بلس 5. عرفت منين يا مستر؟ يا ابني ما احنا بقالنا ساعة بنقول طالما دول دايجونال بتوع الرومبس يبقى القطعة دي والقطعة دي قد بعض، فلو دي ب 2x بلس 5 يبقى دي كمان ب 2x بلس 5. كلها على بعضها تعرف تحسبها؟ اعرف. ممكن تجيب واحدة منهم تعملها تايمز 2 او تعملهم بلس بعض عادي، بلس نفسها يعني. 2x بلس 2x يعني 4x، و5 بلس 5 يعني كده بلس 10. ده الدياجونال التاني، يعني انت كده عندك دياجونال بx ب 2x والدياجونال التاني ب 4x بلس 10. ده دياجونال وده الدياجونال التاني. اتفقت معاك ان القانون بتاعك بتاع الاريا equal half times الدياجونال الاولاني ب 2x times الدياجونال التاني اللي هو 4x بلس 10. ليه حطيت هنا براكتس؟ عشان الكلام اللي قدام ده المفروض يتعمل ده كله الدياجونال كله. حطيت براكتس عشان في هنا بلس، والمفروض ان الكلام ده كله يتعمل تايمز الدياجونال كله. طيب تعالى نحسب اللي بره دول واحده واحده مع بعض عشان ما تتلخبطش. هاف ملتبلاي 2x بكام؟ هاف ملتبلاي 2x بكام؟ قال لي يا مستر الهاف ده ممكن تروح مع ال2 يبقى لك x. حلو. طب الاكس دي مش هتخش تضرب القوس كله؟ المفروض. يبقى كده x ملتبلاي 4x 4x سكوير، واكس ملتبلاي بوزيتيف 10 يبقى بوزيتيف 10 اكس. دي كده ايه؟ دي كده الاريا بتاعتي، وهكتب له جنب منها سكوير
هو مش محدد لي هو شغال بايه، فهقول له سكوير يونتس. سكوير يونتس بقى وخلاص، شوف انت هتبقى شغال بايه، انا زيك. طيب كده انا جبت له الاريا in terms of x، يعني هيكون مكتوب فيها الاكس. عاوز انت ايه تاني؟ عاوزني اجيب له النيوميريكال فاليو للاريا لما الاكس ب4. فراح اقول له when x equal 4، يبقى كده الاريا equal 4 multiply الاكس باور 2 يعني 4 باور 2 plus 10 times x يعني 10 times 4، ما هي الاكس ب4. يبقى كده 4 multiply 4 باور 2 ب 16 plus 10 times 4 ب 40. 4 times 16 ب 64 plus 40 equal كلها على بعضها 104 square units، لان انا برضو معرفش اليونت اللي هو كان شغال بيها بايه، فسكوير يونت. وشوف انت ساعة لما تختار لليونت هقول لك سكوير اليونت اللي انت هتجيبها. يبقى تاني عملنا ايه؟ فكرة السؤال كله ان انت عندك القطعة دي قد القطعة دي. انا مش هعطيلك الدايجونال كله، انا مش هعطيلك الدايجونال كله، انا هعطيلك نصه. فانت محتاج الدايجونال كله، فانت تروح تجيبه كله الاول، كله الاول، وبعد كده تبدأ تشتغل عادي. مستر بس دي فيها من يونت 2، وايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما يجيب لك من يونت 2 ولا من يونت 1 في ضمن يونت 3؟ ايه المشكلة؟ ما هي كلها بتلينك ببعضها. طيب دلوقتي جه دورك انت، معرفش بيجي كام بصراحة. حاول تحل، يلا وتعالى. تعالى كده يلا نحل مع بعض. هنا في السؤال بيقول لي ABCD is a rhombus with diagonals intersecting at M. MC equal Y، القطعة دي بواي، وبالتالي الناحية التانية كمان بواي. دي 2y plus 3، ودي كمان 2y plus 3 زيها. حلو حلو. فده معناه ان انا هقول له ان الدي بي equal 2y plus 3 plus 2y plus 3، او تعمل لها times 2 صح. طيب 2y plus 2y يعني 4y، و 3 plus 3 يعني plus 6. ده كده الدي بي. بعد كده هروح اقول له انت عندك ال MC equal ال MA، وده معناه ان ال AC كلها هتكون عبارة عن y plus y يعني equal to y. كده انا معايا الدياجونال التاني والدياجونال الاولاني. اقدر دلوقتي ان انا اروح اقول له area equal half times d1 times d2، واللي هتطلع معايا half times ال d1 طلع معايا ب 2y times، مش هتفرق مين فيهم d1 ومين فيهم d2، تايمز ال 4y plus 6. طب اشمعنى يا مستر جبت ده جنب الهاف؟ عشان اقوم مطير بس الايه، التو الجميله ده اهي مع التو الجميله ده اهي، يقوموا طايرين مع بعض. يتبقى لي من هنا y تايمز البراكتس اللي جنبها، فتبقى y تايمز 4y 4y سكوير، و y تايمز بوزيتيف 6 تبقى بوزيتيف 6y. ودي كده تكون الإجابة بتاعتي. هكتب له بس جنبها سكوير يونتس. يونتس. طيب بعد كده هقول له when y equal 5، يبقى الاريا equal ال4 زي ما هي تايمز الواي ب5، يبقى 5 باور 2 بلس، خد بالك دي بلس لان في ناس حلت الاريا صح وهم بينقلوا تحت نقلوها تايمز، غلطوا الدنيا كلها في الاخر. تايمز 6 ملتبلاي الواي ب5، يبقى كده 4 ملتبلاي 25 بلس 30. 4 ملتبلاي 25 ب 100 مع ال 30 اللي هنا تطلع 130 سكوير يونتس. ودي تكون الإجابة بتاعتي. طب إيه اللي هيحصل يا مستر لو أنا جبت الواي اللي ب5 دي وحطيتها مكان الواي هنا والواي هنا من الأول؟ هو طلب منك حاجتين في السؤال، قال لك الاريا in terms of y، وبعد كده قال لك هات لي النيوميريكال فاليو. انت كده جبت النيوميريكال فاليو، ما جبتش الطلب الاولاني، كده نص الدرجة طارت. مع السلامة.